السلام عليكم. من فصل حلب القديمة ومن ريحة التاريخ جبنا لكم اليوم الهيطلية الحلبية، قطعة من تراثنا الحلبي الأصيل، وكل لقمة منا بتحكي قصة، وما في أطيب منا بهالشوبات. احفظوا الفيديو عندكن لأنه أكيد رح يلزمكن، ويلا نبلش. منحط كليين حليب على النار ومنتركه ليغلي، ولوقت ما يغلي منجهز النشا. لكل كيلو حليب منحط 3.5 ل 4 ملاعق كبار نشا، مندوبهم بكوب ماء، وبس غلى الحليب منضيف النشا بشكل خيط رفيع مع التحريك المستمر مشان ما يجمع النشا ويعمل تكتلات. وبس خلصنا إضافة النشا نترك المزيج ليغلي حوالي 10 دقائق ويتقل قوامه، وبالأخير منضيف رشة مسكة مطحونة وبتكون جاهزة على السكر. نسكبها بسماكة 3 سم بأي صينية أو صحن كبير فيه عمق، ونتركها لنص ساعة لتبرد، وبعدها منضيف عليها المي الباردة. وهون بتجقد وبتقولكن مبروك أنا نجحت. منحطها بالبراد ومنجهز القطر. منحط 4 أكواب حليب وكوب وملعقتين كبار سكر، نخلطهم منيح ومنحطهم بالفريزر. وتاني يوم وقت التقديم نفرم الهيطلية مكعبات، ومنكون مطالعين القطر قبل نص ساعة مشان ينسكب. منضيفه فوق الهيطلية وعلى الوجه بوظة عربية على طريقة مذاق، وبس أطيب صحن هيطلية حلبية بامتياز صار جاهز. جربوها وإن شاء الله رح تحبوها، وبالعافية.